لما بتصوم برمضان مو بس عم تعمل عبادة لله، انت عم تعطي جسمك فرصة ذهبية انه ينظف حاله ويحرق دهون بطريقة ما بتصير بأي نظام غذائي تاني ابدا. بس هون المشكلة الكبيرة، كل هالفوائد المذهلة هي بتروح بثواني لو فطرت بالطريقة الغلط. كل الحرق والتنظيف يلي صار بجسمك طول النهار ممكن يتدمر بوجبة افطار واحدة خاطئة. بقى ليش وكيف بصير هالشي؟ هذا بالضبط يلي رح نفهمه بالخطوات الخمسة الجايين. بس أول خطوة وأهم خطوة هي كيف بالضبط بدك تفطر، لأنه هاي الخطوة الأولى هي يلي رح تفرق معك أكتر من أي شي تاني، وهي طريقة الإفطار الصحيحة أو يلي منسميها استراتيجية التوقيت الذهبي. شوف، معظم الناس لما يسمعوا الأذان فورا بيهجموا على الأكل مثل وكأنهم ما أكلوا من أسبوع. بيبدأوا مباشرة بالرز والمحاشي واللحمة والمقالي وكل شي موجود على السفرة دفعة واحدة. فشو بصير بجسمك بهاللحظة؟ جسمك كان صايم 12-14 ساعة، مستوى السكر بالدم واطي كثير، والجسم بحالة حرق دهون، وفجأة بيدخله كمية ضخمة من الأكل دفعة واحدة. فالنتيجة بتكون انه السكر بالدم بيقفز بشكل جنوني. البنكرياس بيفرز كمية هائلة من الانسولين مشان يسيطر على هالقفزة، والانسولين هذا بيحول كل السكر الزايد لدهون وبيخزنها مباشرة بجسمك. يعني انت صمت طول النهار وحرقت دهون، وبدقيقتين 3 من الافطار الخاطئ رجعت خزنت كل شي وزيادة كمان. طيب شو الحل؟